أبو الهول، التمثال اللي حير العلماء واللي ناس كتير بتقول إن تحته فيه أنفاق وغرف سرية محدش شافها. في نظريات بتتكلم عن مدينة كاملة مفقودة أو قاعة سجلات فيها أسرار حضارة كاملة اختفت. الكلام ده حقيقي ولا مجرد خيال ونظريات؟ تعالوا نشوف الحلقة بتقول إيه. أهلا بيكم في خمسة جنان. أبو الهول هو تمثال عملاق جسمه جسم أسد وراسه راس إنسان، وبيعتبر واحد من أقدم وأشهر المعالم الأثرية في العالم. بنى الفراعنة أبو الهول من 4500 سنة تقريبا، والهدف من بنائه كان غامض لحد دلوقتي. في بعض الناس بتقول إنهم بنوه علشان يكون حامي للأهرامات اللي وراه، والبعض التاني بيقول إن ليه علاقة بأسرار دينية وروحية مخفية لحد دلوقتي. بس هل اللي شايفينه فوق الأرض هو كل حاجة؟ الحقيقة لأ، تحتيه في حاجة أغرب بكتير. في الخمسينات من القرن الماضي، عالم الآثار الفرنسي إيميل بارساي كان أول واحد يلمح لفكرة إن في حجرات مدفونة تحت أبو الهول. نظريته كانت بتقول إن الفراعنة كانوا بيحبوا يخبوا أسرارهم في أماكن سرية، وده خلى الناس تبدأ تسأل هل أبو الهول مش بس تمثال لكن بوابة لحاجة أكبر تحت الأرض؟ بعد كده في التسعينات استخدم العلماء أجهزة متطورة زي الرادار المخترق للأرض، واللي قدر يكتشف تجويفات غريبة تحت التمثال. التجويفات دي ما كانتش مجرد صدفة طبيعية، دي كانت بتوحي بوجود حجرات سرية، لكن لحد النهاردة محدش دخل الحجرة دي أو اكتشفها بالكامل. في أساطير قديمة كتير بتقول إن الحجرة السرية دي مش مجرد مكان مدفون. في ناس بتقول إن الحجرة دي ممكن تكون مكتبة قديمة، وتحديداً سجلات تحوت، ودي سجلات بتتقال إنها بتحوي كل أسرار الحكمة القديمة والمعرفة الخفية للفراعنة. في حضارة مصر القديمة كان تحوت هو إله الحكمة والكتابة، ولو الأسطورة دي حقيقية ده يعني إن الحجرة دي ممكن تكون فيها أقدم مكتبة في التاريخ مليانة نصوص ووثائق بتحكي أسرار الحضارة الفرعونية. وفي نظريات بتقول إن الحجرة دي ممكن تكون مكان دفن سري، أو حتى غرفة الكنوز اللي فيها مجوهرات وآثار لا تقدر بثمن. لكن الغريب في الموضوع إن الحجرة دي موجودة في منطقة خطيرة جدا تحت أبو الهول، وده اللي مخلي العلماء ياخدوا وقتهم في دراستها خوفا من إنها تضر التمثال أو تتسبب في انهياره. ولكن هل في علاقة بين أبو الهول وأطلانتس؟ هنا بقى بيبدأ التشويق الحقيقي. طيب إيه هي حضارة أطلانتس؟ أول ذكر لأطلانتس كان في كتابات أفلاطون، وتحديداً في حواراته الشهيرة تيمايوس وكريتياس. أفلاطون بيحكي عن جزيرة ضخمة كانت موجودة في المحيط الأطلنطي، أو يمكن في مكان تاني حسب التأويلات، وقال إن الحضارة دي كانت متقدمة جدا في كل المجالات، العلوم والهندسة والطب والتكنولوجيا. ناس أطلانتس كانوا أغنياء جدا ومعاهم قوة هائلة، لكن بسبب جشعهم الآلهة غضبت عليهم وتسببت كارثة طبيعية في غرق الجزيرة بالكامل في ليلة واحدة. وفي نظريات كتير بتربط بين حضارة أطلانتس والفراعنة في مصر القديمة، رغم أن الحضارتين في أماكن جغرافية بعيدة عن بعض، إلا إن في تشابهات غريبة في الثقافة والعلم والهندسة اللي خلت البعض يعتقد إنهم كانوا على اتصال، أو إن الفراعنة ورثوا العلم ده من أطلانتس بعد ما اختفت. وأحد أقوى الروابط اللي بيستشهد بيها المؤيدين للنظرية دي هو التقدم الهندسي الكبير اللي كان عند الفراعنة، خاصة في بناء الأهرامات. الأهرامات دايما بتعتبر لغز كبير بسبب طريقة بنائها ووضع الحجارة الضخمة بدقة متناهية، واللي كانت صعبة جدا بالتكنولوجيا المتاحة وقتها، وإنهم ورثوا جزء من التكنولوجيا دي من حضارة أطلانتس اللي كانت معروفة بتقدمها في الهندسة. وفي كمان بعض الباحثين بيشاوروا على التشابهات بين الرموز والنقوش الموجودة في المعابد الفرعونية وبعض الرموز اللي بتظهر في نصوص قديمة بتتقال إنها بتوصف حضارة أطلانتس. ورغم أن النقوش دي ممكن تكون مختلفة في تفسيرها، إلا إن في ناس بتقول إن الحضارات القديمة كان عندها معرفة مشتركة أو موروثة من بعض. ده غير إن الأساطير بتقول إن أهل أطلانتس كان عندهم معرفة متقدمة جدا في العلوم الروحية، وإنهم كانوا بيقدروا يستخدموا قوى الطبيعة في حياتهم اليومية. ناس كتير بتربط بين المعرفة الروحية دي وبين الطقوس الدينية والروحانية اللي كان الفراعنة بيعملوها، زي تحنيط الموتى والبناء على نجوم معينة زي نجمة الشعر اليمنية. ده بيخلي البعض يفكر إن الفراعنة كان عندهم أسرار قديمة عن الكون والروحانية، أسرار ممكن يكونوا ورثوها أو عرفوها من الأطلنطيين. وفي ناس بتعتقد إن مكتبة الإسكندرية اللي كانت واحدة من أعظم مكتبات العالم في العصور القديمة كان فيها كتب ونصوص جاية من حضارات قديمة،
منها حضارة أطلانتس. والنظرية دي بتقول إن الفراعنة كانوا عارفين عن أطلانتس وجمعوا كل النصوص القديمة اللي بتحكي عن الحضارة دي وخبوها في المكتبة، وللأسف المكتبة اتحرقت وضاعت معاها معظم المعرفة دي. ولكن ليه ما اكتشفوش الحجرة لحد دلوقتي؟ في الحقيقة الحفريات في المنطقة اللي تحت أبو الهول لازم تتعامل بحذر شديد. أي حركة غلط ممكن تتسبب في انهيار التمثال أو تدمير الحجرة نفسها، وده معناه إن ممكن نكون قدام اكتشاف ضخم، لكن لازم نستناه يجي في وقته. ومع تطور التكنولوجيا والاستكشاف العلماء بيقربوا أكتر من أي وقت قبل كده من الكشف عن أسرار الحجرة السرية تحت أبو الهول. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الاكتشاف ده هيغير مفهومنا عن الحضارة الفرعونية؟ من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.